قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم بأن ينصرهم ويفرج عنهم ويرحم شهدائهم. السلام عليكم. السفر برا مصر مش مجرد شنطة بتتجر وتذكرة طيارة، دي بقت الحلم الأكبر في حياة ملايين الشباب المصريين. كل يوم بنسمع جملة بتتكرر: أنا نفسي أسافر، أهاجر، أبدأ حياة جديدة. بس السؤال الكبير: ليه شباب كتيرة قوي بقى كل طموحها يسيب بلد ويسافر؟ هل برا جنة وإحنا نار، ولا دي صورة في خيالنا مش دايما حقيقية؟ هو هل اللي بيخلينا نحلم بالسفر هو الشغل، الفلوس، التعليم، الحرية، ولا يبقى عندي عربية جديدة وليها مكانة واسم، ولا هو إحباط وضغط وهروب من الواقع؟ في الفيديو ده هنتكلم بصراحة ومن غير تجميل ليه فعلا شباب كتيرة بيفكر يسيب البلد، وإيه الحكاية اللي متخبية ورا حلم السفر. ويا ترى هل السفر فعلا هو الحل، ولا في حاجات لازم نفهمها قبل ما ناخد قرار ممكن يغير حياتنا كلها؟ شد الحزام، مستعد لرحلة مختلفة، رحلة جوه عقل وقلب كل شاب مصري نفسه يسافر. ويلا بينا نبدأ. بس لو لسه جديد في القناة متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. تابع للنهاية. انت شاب عندك 20 او 25 سنة، صحابك كلهم يا اما بيحاولوا يسافروا يا اما خلاص سافروا، يا اما قاعدين يقولوا لك احنا ماشيين في اول ما نلاقي فرصة، وانت حاسس انك في سباق مش عارف تلحقهم. كل يوم بتصحى على فكرة واحدة في دماغك: انا لازم اخرج من هنا، سواء من مصر او من اي دولة تانية. بس يا ترى ايه اللي خلى فكرة الخروج من هنا تبقى هي الحلم؟ هل علشان هنا مفيش فلوس وعربيات، ولا هناك في اكتر؟ خلينا نفهم. بص، خلينا نكون صراحة، نواجه الحقيقة. الموضوع في الأول بيبدأ بالفلوس. أنت نفسك تشتغل، تصرف، تعيش، تساعد أهلك بمبلغ كويس، تحوش لجواز، تشتري عربية موديل السنة، وتلبس لبس كويس. بس لما تلاقي إن مرتبك في مصر بيبدأ من 3 4 آلاف جنيه، وإن إيجار شقة في حتة وسط البلد بيوصل ل5 6 آلاف جنيه، تيجي تسأل نفسك: أنا بشتغل ليه أصلا؟ وفي نفس الوقت شاب زيك شغال في مطعم في دبي بيقبض 3000 درهم، يعني حوالي 45 ألف جنيه في الشهر، وهو مش معاه شهادة جامعية حتى. شاب تاني في ألمانيا شغال في مصنع بيقبض حوالي 1500 يورو أو 1800 يورو أو 2000 يورو، وبيبعت لأهله في مصر كل شهر أكتر من اللي أنت بتقبضه في السنة. فطبيعي جدا إنك تسأل: طب ما أنا كمان عايز أعيش كده. في شباب كتيرة قوي عاوز يكمل تعليمه بره، يحب يتعلم حاجات جديدة، يدرس تخصصات حديثة، أو حتى يتخرج من جامعة محترمة وتكون شهادته ليها قيمة. بس في الواقع إنك ممكن تخلص كلية في مصر وتقعد تدور على شغل في الشوارع، وفي الآخر تلاقي شغل ب2000 جنيه، في حين إنك لو درست في جامعة في أوروبا ممكن تتخرج وتلاقي شغل بمرتب عالي واحترام ومستقبل مفتوح. التعليم هنا بقى حافظ مش فاهم، بيعتمد على مجاميع مش مهارات، علاقات وواسطة مش كفاءة، واللي ملوش ظهر بيروح في الرجلين. وساعتها تبدأ تدور: في دولة ممكن تقدرني، في مكان أبدأ فيه من جديد، ولا لأ؟ اللي بيحرك ناس كتيرة للسفر مش بس الفلوس ولا الشغل ولا حتى التعليم، في حاجة أهم من كده بكتير: الإحساس بالكرامة. إنك تكون إنسان ليك رأي، ليك صوت، حد مهم، ليك حدود محدش هتعداها. في بلاد تانية ممكن تعيش فقير جدا بس محدش يهينك، محدش يعاملك كأنك مش موجود، محدش يضربك، محدش يقولك مش عاوز اسمع صوتك، مفيش خوف من انك تتكلم، مفيش احساس انك ولا حاجة. في ناس سافرت مش علشان عايز تبقى اغنى، لكن علشان عاوز تعيش براحتها. زمان اللي كان بيحلم بالسفر كان لازم يكون شاف فيلم او شاف واحد قريبه مسافر. دلوقتي انت كل يوم بتشوف مئات الفيديوهات على تيك توك وانستجرام ويوتيوب: واحد بيصور نفسه في باريس، واحد بيطبخ في المانيا، واحد ماشي في شوارع لندن، وكلهم بيضحكوا وكل حاجة شكلها مثالية جدا. فانت بتقول انا عايز اعيش كده، انا زهقت من الغلا والزحمة والروتين والتعب والناس اللي مش بتبتسم. بس هل الصورة دي كاملة؟ هل اللي بيتصور هو كل ده حقيقة، ولا مجرد لقطة من ألف لحظة صعبة؟ دي نقطة هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. تعالوا نكون صراحة مع بعض. الشاب في مصر بيكبر وهو شايل على كتافه حاجات كتير قوي: ضغط مذاكرة، ضغط مجتمعي، ضغط من الأسرة، مقارنة دايما بالغير، عدم وجود فرص شغل، ودايما لازم يكون راضي وساكت. في ناس لما تسألهم ليه عايز تسافر يرد عليك ويزعق: أنا مخنوق، مش عارف أتنفس هنا. فكرة الهروب من الضغوط بقت أقوى من أي حاجة. مش شرط تبقى عايز تبقى غني، أنت عاوز بس تهرب من الهم، تروح تعيش حياتك، الإحساس بأي تغيير في حياتك. لكن في السؤال الكبير اللي لسه ما جاوبناش عليه: هل كل اللي عاوز يسافر فعلا جاهز للسفر؟ هل السفر هو الحل، ولا ممكن تكتشف انك بعد ما تسافر انك هربت من مشكلة ووقعت في 10 مشاكل؟ تعال نكون واقعيين، السفر مش دايما المعجزة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. في ناس كتيرة سافرت واكتشفت هناك حقيقة اللي كانت مستخبية. أول ما توصل بلد جديدة بتحس إنك غريب، محدش يعرفك، محدش بيساعدك، مفيش عيلة، مفيش صحاب. حتى لو مرضت أو اتخانقت
او زعلت مفيش حضن يطبطب عليك. تخيل نفسك في بلد بتتكلم مثلا باللغه الاسبانيه، ومديرك عمال يكلمك وانت ولا فاهم اي حاجه، في شتاء قارس ومفيش اي شغل، او شغال شغل في مصنع ويكون شاق جدا. كل اللي حواليك بيدوروا على مصلحتهم، وانت بتبدأ من الصفر وحيد. ناس كتيرة بتبعت من بره تقول لأهاليهم احنا كويسين، بس الحقيقة انهم تعبانين نفسيا، بس مش عاوزين يقولوا لهم كده عشان ما يقلقوهمش. الوحدة أكتر حاجة ممكن تكسر إنسان، هي الوحدة، وخصوصا في أول سنة غربة. أنت بعيد عن كل اللي بتحبهم، سواء مراتك أو عيالك أو ابنك. واللي بيحبوك حتى لو لقيت شغل وحسيت باستقرار مادي، بيفضل جواك فراغ. كل يوم بتصحى على نفس الروتين، تصحى تروح الشغل، بعد كده ترجع للبيت وتاكل، بعدها تخش تنام. مفيش خروجات زي زمان، مفيش أصدقاء اللي أنت بتحبهم وتربيت معاهم، مفيش ضحك من القلب. ناس كتيرة بتحكي عن أول عيد ليهم بره، بيعدي من غير فطار جماعي زي عندنا كده في مصر، ولا صلاة ولا لمة، ما بيحسوش بعيد، وساعتها بتحس انك دفعت تمن كبير قوي مقابل اللي اخدته. رغم كل اللي اتقال عن السفر يا عزيزي، في ناس بترجع ليه؟ لانهم اكتشفوا ان الراحة مش بس في الفلوس او الامان. الراحة ساعات بتكون انك تكون وسط اهلك وحبايبك، تتكلم لغتك، تفهم اللي حواليك، وممكن تكون مقبول زي ما انت. ناس رجعت علشان تعبت نفسيا، وناس رجعت علشان ما لقيتش فرص افضل، وناس رجعت علشان اكتشفت ان الحلم اللي كانوا بيحلموا بيه وبيجروا وراه ما كانش هما اللي فاكرينه. السفر مش ببلاش، مش بس فيزا وتذكرة وسكن، لا ده في تمن نفسي كبير. تعب جسدي، ضغط عصبي، شغل مرهق، في عنصرية اوقات. ممكن تتضرب هناك بسبب العنصرية انك اجنبي، بتحس دايما انك اجنبي حتى لو قعدت سنين في الدولة اللي انت فيها. ولما تحاول ترجع تزور بلدك تحس انك بقيت غريب. في الاتنين، لا انت مرتاح في الغربة ولا انت مش قادر تعيش هناك تاني. طب هل البلد دي فيها امل؟ ده سؤال مهم جدا. هل فعلا لازم نسافر ولا ممكن ننجح هنا؟ بصراحة النجاح هنا صعب، بس مش مستحيل. في ناس بدأت مشاريع صغيرة ونجحت، ناس اشتغلت على نفسها وطورت مهارتها وبقوا شغالين فريلانسز. طيب يعني ايه فريلانسز للي مش عارف؟ لو مش عارف هقولك. بيقول لك راجل شغال فريلانسز في شركة. الجملة دي شوية ملخبطة، بس غالبا يقصد واحد شغال فريلانسر مع الشركة. يعني هو مش موظف رسمي عندهم بعقد شهري، لكن الشركة بتجيبه كمستقل. يعني ايه مستقل؟ لوحده يعني، علشان ينجز لهم شغل او مشروع معين، وياخد فلوسه على حسب الشغل اللي بيعمله. مثال بالمصري، الشركة محتاجة مصمم يعمل إعلان، بدل ما تعينه موظف يجيبوا واحد فريلانسر يشتغل معاهم أسبوعين ويقبض ويمشي. مع شركات عالمية وهم في بيوتهم، ناس بدأت من ولا شيء وصبروا وبنوا حاجة ليهم في بلدهم. السفر مش هو الطريق الوحيد، هو الحل، بس مش هو دايما الصح. سواء قررت تسافر أو لأ، لازم تفهم حاجة: مفيش طريق سهل، كل طريق ليه تمن، والنجاح محتاج تعب في أي مكان. لو سافرت لازم تكون جاهز تواجه تحديات حقيقية، ولو قعدت لازم تشتغل على نفسك وتتعلم وتطور مهاراتك وتستغل كل الفرص. في مجالات دلوقتي ممكن تفتح لك أبواب كبيرة جدا وانت ببيتك. انك تتعلم لغة جديدة هيفرق معاك جدا ويفتح لك آفاق. والبرمجة مهمة جدا، والديزاين تصميم يعني، وعندك الكتابة والترجمة والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، كل ده عمل حر. كل دي المجالات بقت مطلوبة عالميا، وممكن تخليك تكسب كويس جدا وانت لسه في بلدك وقاعد في بيتك. كتير من اللي بيسافروا بيكونوا عارفين انهم هيفقدوا حاجة كبيرة جدا: الدفى. مش دفى الجو، دفى الاهل. في لحظة مرض او تعب او حتى فرحة، مفيش حضن اب او ام ولا ضحكة اخت. ويمكن تمر عليك سنين وتشوفهم في فيديوهات او مكالمات، بس مش في الحقيقة. طب هل كل اللي سافر نجح؟ الإجابة لأ. في ناس سافرت ونجحت نجاح باهر وبنوا نفسهم من الصفر، بس في ناس سافرت ونامت في الشوارع واتسرقت واتنصب عليها واترحلت وبصبرها ضاع زي فيلم همام في أمستردام كده، واتكسر قلبها. وفي ناس فقدت حياتها وهي بتحاول تعدي البحر. القصص دي بنسمع عنها بس بننسى علشان عقلنا بيحب يصدق الحلم ويتجاهل الكواليس. مش كل اللي بيسافر بيهرب، ومش كل اللي قاعد فاشل. في ناس سافرت وبنت نفسها ونجحت نجاح عظيم، وفي ناس فضلت في بلدها وعملت اسم وشغل وفلوس وحياة مستقرة. المشكلة مش في أين تعيش، المشكلة في كيف تعيش. الناس اللي برا مش أحسن منك في حاجة، هم اشتغلوا على نفسهم، ما ضيعوش الوقت. دي رسالة لكل شاب قاعد بيفكر وبيقول أنا زهقت ومش لاقي أمل، نفسي أسافر وأهرب. أقول لك حاجة واحدة: قبل ما تهرب من حاجة لازم تكون فاهم أنت رايح فين. ابني نفسك الأول، حتى لو خطوة صغيرة كل يوم. اعرف لغات، اشتغل على أي حاجة، اقرأ، اتعلم، اكسر الروتين. ولو قررت تسافر، سافر بكرامة، سافر بإصرار، سافر وانت عارف وجهتك. السفر حلم جميل، بس زيه زي أي حلم
محتاج استعداد ووعي وصبر. مفيش حياة مثالية لا هنا ولا هناك، بس اللي بيفرق هو انت اللي تقدر تنجح في اصعب الظروف، وانت اللي ممكن تضيع في اسهل فرصة لو ما كنتش جاهز. اختار الطريق اللي يناسبك، ما تمشيش ورا الترند. فكر، قرر، خطط، نفذ، واشتغل على نفسك كل يوم. ولو الكلام ده لمسك او حسيت انه بيمثلك، فدوس لايك واشتراك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. وبس كده، يبقى جاوبنا على رسالة النهاردة. وسيب لي رأيك في الكومنتات. انت شايف السفر حل، ولا شايف ان النجاح ممكن يحصل من هنا؟ مستني رأيك بكل صراحة. سلام.